بسم الله الرحمن الرحيم وحلقة جديدة من برنامج الكورة مع العشري. حلقة النهاردة مختلفة لأنه عيد نادي الزمالك 113 سنة في حب زمالكنا العظيم. 113 سنة وزمالكنا فوق. عاش الزمالك وعاش والله حبه في قلوبنا. وزي ما بنقولها على طول، لما اتولدنا ما اخترناش أسامينا، لكن اخترنا الزمالك يكون نادينا. هو ده نادي الزمالك العظيم، نادي الملوك والأبطال. وفي أي مكان دايما وياه هتلاقي دايما جمهوره جبار. تاريخ كبير يحكي عليه، 100 سنة فاتوا عليه. أحكي وأقول وأغنيه، نادي الزمالك يا عمري. 113 سنة في حب وعشق نادي الزمالك. 113 سنة بنعشق الكيان، اسمه كيان نادي الزمالك العظيم. عاش الزمالك وعاش والله حبه في قلوبنا. تأسيس نادي الزمالك 5 يناير 1911. قرر جورج مرزباخ، طبعا بنشكره ربنا يرحمه، مؤسس نادينا العظيم نادي الزمالك. 5 يناير 1911 تم تأسيس نادي الزمالك على ضفاف النيل، وسمي وقتها نادي قصر النيل عام 1911 إلى عام 1913، ثم نادي المختلط من عام 1913 حتى عام 1941، ثم نادي الملك فاروق من عام 1941 إلى عام 1952، ومن ثم من 1952 إلى حتى الآن 2024 نادي الزمالك سمي باسم نادي الزمالك حتى هذه اللحظة والتوقيت اللي احنا فيه. نادي الزمالك نادي القرن الإفريقي. لماذا سمي نادي المختلط؟ ولماذا سمي نادي الملك فاروق؟ ولماذا سمي نادي قصر النيل؟ في بداية تأسيس نادي الزمالك عام 1911 سمي نادي قصر النيل لأنه كان على ضفاف الأنهار وضفاف النيل، فسمي نادي قصر النيل وقتها من جورج مرزباخ. ثم نادي المختلط لأنه اتنقل ناحية محاكم المختلط، وكان وقتها جورج مرزباخ رئيس محاكم المختلط في التوقيت ده، فسمي نادي المختلط وقتها. ثم نادي الملك فاروق. ولماذا سمي نادي الملك فاروق؟ ذكرى الستة صفر، والستة صفر دايما بتقول لك اوعى ما تنساش، صح؟ مش هنقول بقية الجملة. 6-0 سنة 42 ده كانت بداية التأسيس. طبعا 41 نادي الملك فاروق. ليه اتسمى الملك فاروق وقتها؟ الملك فاروق كان بيحب يتفرج على ماتشات كورة يعني في وقتها، فعجبه فريق الزمالك، فقرر ان يبقى نادي الزمالك اسمه بقرار جمهوريا نادي الملك فاروق. فوشه كان خير علينا سنة 42 في ديربي القاهرة، الزمالك يفوز على الأهلي 6-0 في ديربي القاهرة في الدوري المصري، اسمه دوري منطقة القاهرة وقتها اللي هيجيلكوا دلوقتي فيه في بطولات نادي الزمالك 6-0. ثم كسبناهم تاني 6-0 عام 44 في نهائي كأس مصر، برضو في أيام نادي الملك فاروق. فيبقى نادي الزمالك شامخ ولامع، ويبقى نادي الزمالك اسم كبير واسم عظيم، ويبقى نادي الزمالك نادي تاريخي 113 عام، نادي عظيم ونادي يعني ما فيش زملكاوي ما بيحبش نادي الزمالك وما بيحبش تاريخ الزمالك، وما فيش زملكاوي ما بتلوش الا فاهم تاريخ الزمالك وعارف الزمالك تأسس امتى وعارف كل حاجة عن نادي الزمالك العظيم. كان اكبر فوز للزمالك قبل طبعا يعني النادي الاهلي لما اقول لك كسبناه 6-0 مرتين، كان فريق اتحاد السويس كسبناهم 11-1، كان في دوري منطقة القاهرة. اكتر اللاعبين المشاركين مع نادي الزمالك مباريات هو الكابتن عبد الواحد السيد، حارس مرمى نادي الزمالك السابق ومدير الكرة الحالي ب 504 مباراة، من اكثر لاعبي نادي الزمالك لعب مع نادي الزمالك طبعا في الدوري الممتاز ودوري ابطال افريقيا وكاس مصر والسوبر الافريقي وجميع بطولات نادي الزمالك. والهداف التاريخي نادي الزمالك الكابتن عبد الحليم علي ب 134 هدف. كابتن عبد الحليم علي هو رمز الانتماء، رمز الوفاء، رمز الاخلاص. يعني كفايه الراجل لما نادي الزمالك قال له شكرا يا عبد الحليم هنوديك اعاره او بيع لنادي ما، عبد الحليم علي قال لهم هما كلمتين: يا هكمل بتيشيرت نادي الزمالك يا هعتزل وانا قالع تيشيرت نادي الزمالك. فما فيش لاعب جه ولا هيجي زي عبد الحليم علي كمهاجم طبعا،
وكإخلاص وكانتماء وكوفاء. فطبعا كلنا بنحبك يا كابتن عبد الحليم، وانت طبعا من رموز نادي الزمالك ويعتبر من اساطير نادي الزمالك. على العموم كلمة زمالك ديت هي اصلا كلمة تركية. كلمة زمالك كلمة تركية. ولماذا سمي يعني اسم الزمالك بعد طبعا لما حصلت ثورة 52 بعد الحكم الملك فاروق. طبعا المكان اللي متأسس فيه نادي الزمالك ده كان المكان اللي بيقيم فيه جنود الجيش أو وقت الحرب وقتها. فكان في إكشاك خشبية كانت بتسمى بزملك. فطبعا هي جمعها جمع زملك، جمع زملك زمالك. فاتسمى وقتها باسم نادي الزمالك نسبة إن المكان ده كان فيه إكشاك خشبية، وطبعا ده أيام زمان كان بيتسمى بزملك. نروح لبطولات وتاريخ مدرسة الفن. نادي الزمالك نادي القرن، والكل يعرف أمجاده وأفريقيا تعرف أمجاده. الزمالك 14 دوري، 28 كاس مصر، 4 سوبر مصري، 14 دوري منطقة القاهرة، 2 كاس السلطان حسين، 1 كاس أكتوبر. طبعا كاس السلطان حسين كان موجود أيام زمان. دوري منطقة القاهرة ده كان قبل ما يتعمل دوري مصر ممتاز، وكأس أكتوبر ده برضه هو اتعمل مرة واحدة وكسبه نادي الزمالك. الزمالك عنده 5 دوري أبطال أفريقيا، الزمالك عنده 4 سوبر إفريقي، الزمالك عنده 1 كونفدرالية، الزمالك عنده 1 بطولة كأس كؤوس أفريقية، الزمالك عنده بطولتين أفرو آسيوية. كان وقتها بطل أفريقيا بيلاعب بطل آسيا، والزمالك طبعا فاز بالبطولة ديت مرتين. والزمالك النادي الوحيد في العالم، النادي الوحيد في العالم اللي توجه ب7 بطولات في موسم واحد. والنادي الوحيد وقتها، او النادي الوحيد الافريقي والمصري اللي خد اول نادي على العالم عام 2002 2003 بعد ما فاز ب7 بطولات. طبعا وقتها الزمالك نادي القرن الافريقي ب9 بطولات. تاريخ الزمالك تاريخ عظيم وتاريخ كبير. وما نذكر اسم الزمالك وتاريخ الزمالك بيتذكر حسن شحاتة، بيتذكر الجيل الذهبي حمد امام ربنا يرحمه طبعا، والده الكابتن يحيى الحريه امام، الكابتن حازم امام، الكابتن شيكابالا موجود دلوقتي، كابتن عبد الحليم علي. اسماء كتيره لبسوا تيشيرت نادي الزمالك، اسماء كتيره عندهم انتماء واخلاص لنادي الزمالك، اسماء كتيره عندهم الزمالك اولا واخيرا، اسماء كتيره بنحترمها وبنحبها. ويعني دلوقتي لسه موجود منها حاجة من ريحة الحبايب. الأسطورة محمود عبد الرازق حسن فضل الله شيكابالا، أسطورة نادي الزمالك الحية وكابتن نادي الزمالك. طبعا بنكن له كل الاحترام وربنا يوفقه في الملاعب، وطبعا ما تمناش له الاعتزال هو وكابتن محمد عبد الشافي، اللي هم دول حاجة كده من ريحة الحبايب، اللي زي ما بنقول الوردة مهما دبلت ريحتها لسه فيها. ويعود قرنفل ما بين الفل يا شيكابالا، يعود قرنفل ما بين الفل يا شيكابالا. والنهارده 5 يناير النهارده 5 يناير 2024، وتاريخ تأسيس الزمالك 5 يناير 1911. عاش الزمالك وعاش والله حبه في قلوبنا. وتاني وتالت ورابع لما اتولدنا ما اخترناش اسامينا، لكن اخترنا الزمالك يكون نادينا. الزمالك نادي القرن الافريقي. وقتها كان 9 بطولات قصاد 7 بطولات. فطبعا احنا فاهمين اللعبة اللي حصلت وقتها. افرح وهيص وشجع، الليلة عيد، وعيدك يا زملكاوي انك تكون فرحان بتأسيس ناديك، وتعرف تاريخ ناديك كويس، وتقرأ وتسمع وتشوف في ناس عظيمة شالت نادي الزمالك ازاي، في رؤساء مجلس إدارة عملوا نادي الزمالك ده ازاي. احنا في ال7 بطولات بنشكر الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك وقتها، اللي عمل فريق قوي قدر ياخد 7 بطولات في موسم واحد. بنشكره ان احنا خدنا في عهده افضل نادي في العالم. بنشكره ان احنا كنا افضل سكواد في افريقيا وفي مصر وفي الوطن العربي كله. بنشكره بجد دكتور كمال درويش وقتها. بنشكر طبعا يعني
اسماء كتيره، محمد حيدر باشا، نور الدالي، مستشار مرتضى منصور، الكابتن حسين لبيب دلوقتي. اسماء كتيره مسكوا نادي الزمالك وقتها. طبعا في اسماء الواحد مش حابب يقول اسمها، ولكن في ناس عملت نادي الزمالك. الكابتن حلمي زموره اللي ما ينفعش يتنسى، كابتن حلمي زموره اللي ما ينفعش يتنسى، اللي الملعب باسمه، واي حد بيتقال عليه ولاد زموره لحد النهارده. اي زملكاوي بيتقال عليه دول ولاد زموره. فده جزء من تاريخ الكابتن محمد حسن حلمي زموره، ربنا يرحمه يا رب. وده يعني من اعظم رؤساء نادي الزمالك اللي مروا على تاريخ نادي الزمالك وقتها. فنادي الزمالك نادي عظيم، من يومها هو نادي ملوك ونادي رؤساء ونادي وزراء ونادي عظيم ونادي كبير. فده اسمه نادي الزمالك العظيم. عاش الزمالك وعاش والله حبه في قلوبنا. واخيرا لما اتولدنا ما اخترناش اسامينا، لكن اخترنا الزمالك، والله يكون هو نادينا.